جيت ريدي ويز مي وانا مش عارفه انا رايحه فين ولا جايه منين. كان عندي محل قبل كده، محل شنط حريمي، وكنت ببيع حاجات تاني حريمي. المهم في يوم من الايام حماتي كانت عندي، وكان في زبونه عماله تتصل عليا هي والبنت اللي بتساعدني في المحل، تقولي ان هي واخده شنطه بقالها 20 يوم والشنطه ظهر فيها مشكله وانها محتاجه ترجعها. هي بتتكلم بمنتهى قله الذوق، وعلى فكره هي ما كانتش مصريه. لازم ارجع الشنطه اللي انا واخداها، وده عيب صناعه، دي بقالها 20 يوم بس انا ملحقتش افرح بيها. انا ما كانش عندي مشاكل خالص لو هي عيب صناعه ان انا ارجع لها واخدها ارجعها للتاجر. المهم كلمتني بمنتهى قله الذوق، وبقت في التليفون تقول لي ايه، انتي بتبيعي حاجات عاطله او حاجات بايظه. هي كانت مش عارفه اقول ولا لا، بس انا هقول هي كانت سوريه، وتعصبت عليا في التليفون جامد. وانا حماتي كانت عندي في البيت، فبالتبعيه انا مش عارفه ارد عليها الرد اللي اخد حقي. فكانت هي تتعصب وانا اقول لها اه طيب لما اجي. فهي فهمت اللي انا فيه ده مش ان انا مش عارفه ارد او ان انا عندي ضيوف، لا هي فهمت ان انا موقفي ضعيف، فبدات تزود جرعه قله الادب. كانت قبلها البنت قايله لي ان هي هللت وزعقت، واللي اتدخل لانها سوريه، محل سوري جنبي وصاحبه يعني سوري ويعرفني كويس، اتدخل وقال لها هي ست كويسه ولو جت والشنطه فيها مشكله اكيد هيتغيرها لك فما تزعقيش. فلما جيت سالت الراجل ده هي زعقت كده ليه وعملت كده ليه، قال لي لفظا كده دي ست قليله الادب. المهم جت اول ما دخلت المحل قالت لي انتي بقى صاحبه المحل؟ قلت لها اه انا صاحبه المحل. قعدت تقول لي بقى انا بكلمك وازاي وانا بكلمك ومتعصبه جامد ما ترديش عليا وما تراضينيش. قلت لها يا بنت الحلال ده انتي والله حظك، يعني حظك ان انتي لما كلمتيني انا كان عندي ناس المهم بصيت في الشنطه لقيت انها عيب استخدام. قلت لها لا دي عيب استخدام، بس كل اللي انا اقدر اقوله لك شكا مني اني الشنطه كان فيها مشكله، هديكي فلوس تصلحي. قالت لي ايه لا انا عايزه ارجعها. قلت لها طب ما فيش ترجيع. راحت تف عليا. ما حسيتش بنفسي بعد ما عملت الموقف القذر ده غير وانا بجري وراها علشان حالفه اجيبها من شعرها واضربها. ومسكت كل الشنط ساعتها اللي على الرف وحدفتها عليها. بصراحة بعزقت كرامتها في الأرض. بعد ما جريت وراها وكنت حالفة أجيبها من شعرها، حد كده جه جنبي وقال لي ايه خلاص معلش ايه احترمي انها ضيفة في بلدك. قلت لهم ازاي، لا دي تفت عليا، ازاي انا اسمح وعدي موقف زي ده؟ ليه هي عملت كده؟ ليه وصلتني ووصلت نفسها